شوية وأنا نسمع الصوت ديال دقات الباب. نضت فتحت، كانت ماما. قالت لي صباح الخير الغزالة. نعستي مزيان؟ دخلات ماما وسديت الباب علينا وجاوبتها صباح النور الزين. شوية صافي، مع البارح سهرنا شوية ولكن فقت بكري، راكي عارفة ملي كتكون شي حاجة تابعاني كنفيق قبل الوقت. قلت لي والله يرضي عليك يا بنتي ويكمل عليك بالخير، راني كندعي معك في كل صلاتي تلاقاي الخير والسعادة اللي كتستحقيها مع محمد ان شاء الله. حدرات عينيها وشفت الدمعة نزلات من عينيها، مسحتها وهي كتقول يا سمحي ليا الا شي مره قسيت عليك ما فهمتكش، ولا حسيتي بلي انا ما فهمتش بلي انتي مقلقه من هالزواج. انا راه ماماك وصاحبتك الوحيده، عارفك مزيان. بستيدها وعنقتها، قلت انا اللي كنطلب منك السماحه، مهما درت عمري نرجع ليك ولو ربع ديال داكشي اللي درتي. كنتي ام حنينه ومتفهمه لهلا خدتك عليا وصافي. هزيت فيها عيني اللي بدات كتجمع فيها الدموع وكملت ما تخافيش عليا ماما، بنتك كبرات ولات كتفرز بين الواقع وعالم الاحلام. وفي ديك المحادثه قلت لماما بلي كنبغي محمد وغنكون فرحانه معاه ان شاء الله، غير باش يتهنى خاطرها من جهتي. الحركه بدات في الدار، طلعت فيقت البنات باش ننزلوا نفطروا، فيقتهم ونزلوا باش يغسلوا وانا بقيت حتى جمعت الفراش. فجيت ننزل في الدروج كنلقى عمر في الدروج جالس مهموم. جلست في جنبو على درجه وسولته، قلت لي عمر صباح الخير، مالك على حالتك ما عجبانيش؟ قال لي امل ما عندي ما نخبي عليك، انت راكي اختي بحالك بحال خواتاتي، نجيك من الاخر. كان كيشوف فيا شوفات حزينين. قلت لي عمر خلاتيني شكين، حضر راسو وجاوبني. محمد فاش فقت ما لقيتوش خلى هاد الرساله بلاصتو كيقول فيها بلي الزواج ما غيكملش. بقيت مصدومه من كلامه، هو كيكمل وهو ما قادرش يتزوجك وقلبه متعلق بوحده اخرى. ولكن انت الف واحد يتمناك اختي امال. ما صدقتش هادشي ورجعت في حالي للسطح، خليته باقي مكمل كلامه، دموعي غير نازلين على وجهي وانا كنفكر كلشي. قالوا لي البارح واش كان غير كيكذب عليا، واش بصح كيبغي واحده اخرى وما قدرش يبعد عليها، ولكن علاش يدير ليا هكذا؟ وحتى وليت كنبغيه. تبعني عمر في يدو ديك الرساله اللي مهمتنيش اعذاره وكلمات وما كتهمنيش بعدا. هاد الفعل هو كيهدن فيا وانا كنبكي وكندفع فيه شويه، شدني من يدي وبدا كيطلب السماحه. قال لي امال سمحي لي عافاك، ما كنتش عارفه هادشي غيطرى ليك، راه غير كنت كذبت عليك، محمد ما مشى فين. هنا ما حسيتش براسي حتى صرفقت وبقيت كنبكي. مازال بقى هو ساكت شويه، شفت في بلاصه التصرفيقه لقيتها حمراء، قصتها وانا كنطلب منه السباحه. قلت لي عافاك سمح لي ما قصدتش عمر، انت خليتيني نفقد اعصابي. فهاد اللحظه كان محمد وختو كيشوفوا فينا وما فاهمين والو. حيدت يدي من وجه عمر وخفت لا محمد يفهم شي حاجه غلط وبغيت نشرح ليهم، ولكن عمر سبقني. قال لي خويا محمد هاد المره عندك يدها سابقه، غير تمازحت معاها شويه معاها بخصوصك وهي سبت نهار بالبكا. كيهضر هو كيحك في بلاصه الطرشه. قال لي اش درتي عاوتاني هاد المسطي؟ قال لي درت لها اختبار ديال الحب ونجحات فيه، هاد المرة راه كتسطى عليك. شفت فيه وخنزرت فيه وخليته كيعاود لي على داكشي اللي دار معايا. وانا نزلت مع ساره لوسط الدار فين كانوا كيفطروا. فطرنا وسالينا وخرجنا باش نمشيو انا ومحمد نضربوا البيض في الكحل. كنت كنظن ما غنديروش العقد تيقرب العرس بشي سيمانه، ولكن هما اتفقوا بيناتهم كما العاده. مشات معنا عمتي وراجلها وماما وبابا واتفقنا مورا العقد نشريو داكشي اللي خاص ونتغداو تما مجموعين. وصلنا للمكتب ديال العدول وقلبي كيضرب، كنحس خطواتي شويه، كنحس بيد شاده في يدي لقيتو بابا. دخلنا كنتسناو العدول وكنحس بالوقت كيدوز بشويه. جبت التليفون كنهضر مع مريم في الواتساب باش ندوز الوقت وهي تجيني رساله من محمد فيها: هيهو فين سارحه، ياك ما ندمتي فكري مزيان حيت بعد شويه ما غيبقى لك فين تهربي. جاوبته بلا ما نهز عيني فيه: انت اللي عندك تهرب وديرها بصح. وضحكت. قال لي مالي حماق نخليك ونهرب بحدي؟ نهربوا بجوج اش بالك؟ كي فكره مزيونه ولكن خليها تنسريو العقد باش يكون كلشي قانوني. هنا دخلوا العدول ومن الخلعه طفيت التليفون بلا ما نشعر. دخلنا باش نسيني وانا في عالم اخر، كيهضروا وانا ما سامعاتش كيقولوا. شويه هو بابا قاسني وقال يا بنتي جاوبي العدول واش قابله على هالزواج. فقت من السهو ديالي على الجمله ديال بابا اللي غير سمعتها جاوبت بلا ما نفكر: معلوم قابله. شديت الستيلو نسيني وانا نهز عيني في محمد كنلقاه شاد ضحكه. اكيد غيكون جاتو الضحكه على السهو ديالي والطريقه اللي قلت بها قابله بحال زربانه غير نتزوجو. سالينا داكشي وحسيت بخطوه
خطيتها نحو خطة ديالي، وفي نفس الوقت حسيت بالخوف حيت دابا ما كاين فين نتراجع. باركوا لينا وشحال هي تبوس فيا عمتي وحسيتها هي اللي تزوجات بيا. ركبنا الطوموبيل اتجاه ديال السوق اللي غنتقداو فيه، وسرحت بعقلي تاني على حياتي مع هاد الصغبي كيفاش غتكون. فيقاتني من الحلم يدو اللي شدات في يدي الطريق كلها، واول مره كنحس بلي ما خايفاش من يدو اللي شاده فيا، وبلي دابا وليت مراتو حلالو. وصلنا للسوق اللي كان عامر والشمس كتحرق. اتفقنا نتلاقاو هنا مع الزوج باش نتغداو. بابا وبابات محمد مشاو يتكلفوا بالطلبيه ديال العرس، وانا والباقي دخلنا للسوق. اول حاجه مشينا عند مول الذهب، شريت لعمتي براسلي زوين. جاني مع الخاتم ديال الخطوبه ديالي، وشرا محمد خاتم ديالو ديال النقره. طال الانتباه خاتم هبلني. فين يبان خاتم خطوبتي؟ هو من الذهب الابيض اللي كيعجبني، المنظر ديالو من ديما كنتمنى يكون عندي بحالو. خرجنا من عند ذهيبي وكنا غاديين للبلاصه ديال الحوايج. محمد ما بغاش يمشي معانا حيت عارف غنتعطلوا في الشراء وغنبقاو معطلينو بزاف، وهو تحجج بلي عنده غرض ومشى. تقريبا سالينا كاع الحوايج اللي في داك السوق، عييت وهما معياو. اللي عجباتني شريتها واللي عجبهم خداوه ليا. عمتي خدات واحد الشوميز دونوي، غير شفتو قلبت وجهي للجهه الاخرى وبقاو كيضحكوا عليا. وشريت كادو للبنات وما نسيتش حتى صاحبتي فاطمه. بعد التقضيه تلاقينا حدا محمد حدا الطوموبيل، ولكن تعطلنا بساعه. كان عمي وبابا مقلقين حيت تعطلنا عليهم. بابا قالك اش تعطيله؟ زعما قلنا لكم نتلاقاو مع الزوج وانتم جايين مع الثلاثه. ماما قالت لي ملي دخلنا للسوق نسينا راسنا وحتى دابا باقي الحال. عمتي كتسول راجلها فين هو محمد، قال له راه كيتسنانا في واحد المطعم، يلا لحقوا عليه. تغدينا وشدينا الطريق للدار، وشي حاجه حاساها ماشي هي هذيك محمد، بحال الا مخبي شي حاجه وكيشوف فيا ويضحك. يكون زعما حشمان. حشمت انا بعدا. وصلنا وكانوا البنات كيتسناوني. دخلنا داكشي اللي شرينا للبيت، والبنات فضوليه يتقلبوا كلشي الا صاك واحد خبعته، ولكن جبدوه هنا بدا الضحك الباس العاوتاني. قالت لي شاد العجب اختي امال. هزت داك الشوميز دونوي كتقلب فيه هنا جات ميته بالضحك. قالت لي ميري هاد زازي خاص المتزوجات، ولكن اختي امال هذا مفتوح شويه. لا بغات نحرفي من الليله الاولى. هزيت داكشي وجمعته. انا نجاوبها هادشي عمتي اللي حطاتهم على الحوايج، ما بغيتش نخسر لها خاطرها غير بركه من الضحك. البنات راه ما نسيتكم، شوفوا شنو جبت لكم. عطيت لهم لي كادوات ديالهم باش ينساوني عليهم وفرحوا بهم. مورا العصر بدلت حوايجي، لبست سروال ديال الجين زرق من الفوق، قميجه طويله للركبه في البني، وشال زرق فاتح، وخرجت اتجاه دار فاطمه. لقيت الباب محلول، دخلت وانا كنعيط لمها. خرجت عندي سلمت عليها وجلساتني على ما تجيب فاطمه للصالون. هي كانت خارجه وكانت فرصه انني نبقى مع فاطمه شويه بوحدنا. دخلنا البيت هو كنحس بها مرات بحال الا كتعرفني. انا كنهضر معاها ولكن انتباهها ماشي معايا، بحال الا عايشه في الدنيا اخرى. وبعد ما عرفت سببها حتى وصلت لهذا الشيء، بغيت نحاول نعاونها تخرج من الوحده والعزله اللي استغصبات عليها، اللي استغصبات فيها وحياتها كامله. جبت مشطه ومشت لها شعرها الا كان بحال الحرير طويل، وخا هي ما كيعجبهاش تشوف راسها زوينه ومقاده كما عاودات ليامها، ولكن سايست معاها حتى قدرت نلبسها الكسوه اللي شريت ليها. كان طالع بحال شي طفله بداك الكسوه الغوزيه، وشعرها اللي ضفرتو ليها ضفيره فرنسيه. خرجنا للجنان يد في يد بحال شحال هادي. شويه جاو البنات وبقينا كنلعبوا مع بعض غير باش نخرجوها من القنط اللي عايشه فيه. ساعه وحنا براسنا مندمجين في داك الوقت. الجو كانت نجاة كتضحكنا بتصرفاتها الصبيانيه اللي مهما كبرات ما نساتهمش، وحنا ميتين بالضحك. الا فاطمه ما سمعناش صوتها، البنت اللي كانت بأتفه نكته كتموت بالضحك دابا ساكته وما كتضحكش نهائيا. مريم ناضت باش تنافس نجاة، دارت مشيت شارلي شابلان وهي كتعوج، جات على وجهها وحنا حيت رحنا صحاباتها طبعا ضحكنا عليها. تلفت كنلقى فاطمه كتضحك بجد بحال ما قدراتش تحبس. تعجبات نجاة حيت عمرها شافتها هكذا. شويه قلباتها بكا وجلست على الارض وجلست حداها وعنقتها بقوه. كنقول لها غير بكي فاطمه، ما تخبيش هذاك الشيء اللي في الداخل ديالك. بكي بكي وخوي قلبك وما تخليش حتى شي حاجه فيه لداخل. بعد ما تهدنات قالت لي نجاة بلي من بعد داك النهار ما شافتهاش كتبكي او كتضحك. هذا الشيء عطاني امل انها تقدر تحسن شي نهار، خاصها غير اللي يعاونها باش تخرج من هذا الشيء. رجعنا للدار بعد ما وصلنا فاطمه لدارها. دخلنا لقينا الدراري خاشين روسهم في تليفوناتهم وباقي العائله في الصالون مجمعين كيديروا كسكروط. كليت معاهم وخرجت انا ومريم لوسط الدار مع الدراري.
ولكن حتى واحد ما كيهضر، كل واحد مركز اهتمامه في تليفونه. قنطت وطلعت للسطح باش نصلي المغرب ونجلس بوحدي شويه. بعد ما صليت حيدت شالي وطلقت شعري اللي واصل للنص ديال ظهري، كان شويه ديال الريح كتحركو. قربت من الصور سندت عليه يدي وانا ساده عينيا كنستنشق الهواء النقي. عزيز عليا هاد النسيم ديال الهواء والنقي، النجوم مزينين السما والقمر بدا كيضوي. فتحت عينيا حيت حسيت بشي حد من ورايا، خفت يكون شي حد وانا جالسه بلا شال. لقيت غير محمد واقف مورايا مسند ظهرو على واحد الحيط وكيشوف فيا. قلت لي انت هنا؟ ما حسيتش بيك ملي جيتي. قال لي كنتي في عالم اخر، داكشي علاش ما بغيتش نفيقك منه. قلت لي سهيت شويه، غيكون دابا كيقول عليا هذه غير كتسح. حسيت باحساس غريب وانا جالسه قدامه بلا شعري وشعري اللي مبرصني والريح كيديه ويجيو. اكيد غيكون نسى لونو كاع، ولكن علاش كيشوف فيا هكذا؟ زعما يكون عجبو. قال لي كتباني مضويه بحال هاد القمر اللي مضوي على السما في هاد الليل. انا كنحاول نبعد شعري على عيني وحضرت راسي وقلت زعما محمد فاش كتحشمي كتحضري راسك كتولي بحال شي بنت صغيره. انا هنا تفكرت ديك الهضره اللي قال لي حدا الواد وجاوبته. وانت هو باس هذاك البنت ياك؟ قال لي باقي عاقله بنتي. ناري هادشي كيعصبني، ما كنعرفش امتى كيتمازح وامتى كيكون جدي. واخا ما يكونش كيبغيني، ولكن باش يقول لي بنتي لا، واخا في المزاح. شفت في السما وقلت ليه شكرا، ولكن انا عندي بابا ما محتاجاش الاب تاني. وانت الا باغي غير تولي بابا تقدر تكلف بشي بنت تدي الاجر. خديت مقبض وجمعت به شعري اللي برزتني وقال بصراحه الا كنت انت باغا نتكلف ما عندي حتى مشكل، ولكن ما كرهتش يكونوا عندي ولاد منك. زعما انت باينه غتكوني ام مزيانه. حضر راسو انا شفت شي ما مصدقاش وما قدرت نقول والو. كسافيت بابا العراقي اكثر من مره قبل ما يفاجئني بيدو. حيدات المقبض من شعري وطار مع الهوا. قال لي كيجي معك شعرك مطلق بزاف. هاد زوج كلمات فرحوني بزاف وتمنيت كون شفت في عينيه ونقول ليه كنبغيك، ولكن لا، ما نقدرش دابا. خاص حتى نحس به كيبادلني الشعور. هادشي اللي كان غيبدلني نفس الشعور اصلا. قاطع حلمي وهو كيضحك. امل قبيله مع العدول كنت غنطلق واحد الضحكه بتصرفاتك. حسيت بك شويه وغتسخفي، وملي سولك في العدول فين كان عقلك؟ قلت لي كنت كنفكر اشجره لعقلي حتى قبلت بهذا الشيء اصلا من الاساس. محمد قال لي بركه بركه كنتي غتموتي بالفرحه. ملي قلتي ديك القابله حسيت فيك شويه وتنوضي تخطفيني. حطيت يدي على نصي وكنضرب برجلي على الارض وجاوبته ما تزيدش فيه تاني، راه غير التوتر هذاك. عطيته بالظهر وكملت. وعلاش كاع غنكون فرحانه بالسلامه؟ مالي؟ انا سكت وحسيت بقلبي بدا كيضرب بالجد. فاش حطيت يدو على خصري وقربني ليه شم ليا شعري وهبط لودني همس ليا قال لي ما قلبك كيضرب هكذا؟ ما تكونيش كتبغيني زعما؟ اش غنقول دابا يا ربي؟ بعدت منو قلت ليه بلا ما نشوف فيه اش كتقول انت؟ كيفاش لا زعما كيفاش نكون كنبغيك وحنا بيناتنا اتفاق؟ لا غير نهد نهيده صغيره ورسم ديك الضحكه ديالو على وجهه وجبدني ليه مدور يديه على كتفي. قال لي مالي يدك كيقفقفو؟ غير ضحكت معاك، غير فاجأتيني مرة أخرى. إلا بغيتي تسوليني في شي حاجة ما كاينلاش تشوشي لي في ودني، راه كنسمع مزيان. شيرت بيدي لخصري فين كان شاد هو يطلق ضحكة خفيفة. قال لي غا خفت اليد هذيك سمحي ليا، الله يكون في عوني منها القدام. داز الوقت دغيا ما حسيتش براسي حتى اندمجت معاه في الهضره. هضرنا على بزاف ديال الامور، حياتنا، احلامنا، اهدافنا. وطبيعه الحال خبيت عليه الهدف الاساسي اللي ضفته لقائمه اهدافي من بعد ما شفته. بعد ما رجعوا الرجال من المسجد حطوا العشاء وتعشينا، ومريم بجنبي كتقرصني. رجعت لي الحمزرق قالت لي غبلتي تتنوض ليك. بعد العشاء تجمعوا الدراري كيف العاده للسهره، حيت كان فيا النعاس. طلعت الناس لحقوا عليا البنات، كنت كنموت بالنعاس، لكن مريم طيراتهم مني بكلامها. يلا عتبت العتبه تسطح وهي تشدني من يدي. قالت لي اجي العفريته ما عاودتيش لينا على الساعه اللي دوزتي مع محمد. اش قال لك واش قلتي ليه؟ قلت اش من ساعه هذه؟ وخرجت بها عيني ما عرفتش كي دارت ليها. انا قلت لي بسم الله الرحمن الرحيم مريم واش حاضينا ولا شنو؟ قالت لي لا، ولكن كنت عارفه غيجي عندك حيت عطيناه عقوبه يدوز معاك ساعه، ولكن باليا ما سخاش سحاب لي غيبات معاك كاع في السطح. حكيت راسي كنحاول نستوعب اش بغات تقصد. كيفاش عقوبه؟ نجات حتى هي ما فهماتش والو، شداتني
مريم من يدي وجلسنا على الأرض اللي فرشة بواحد الحصيرة. قالت لي شوفي دابا فاش دخلنا قبيلة كانوا الدراري مشغولين بالتليفون، حيت كانوا كيلعبوا لعبة جماعية والرابح فيهم عنده الحق يعطي عقوبة للخاسر. إوا محمد هو اللي خسر، وهشام وعمر بغاو يعطيوه عقوبة، ولكن ما اتفقوش على عقوبة وحدة وطلبوا مني أنا نعطيه عقوبة، حيت أنا من القباب مرسوم الحب. كانت العقوبة ديالي هي يدوز ساعة في السطح بوحدو، ولكن أنا كنت عارفاك في السطح داكشي علاش درت هكداك، باش زعما نجمعوكم بزوج. نجاة كتكركر العفريتة مع راسك. إيوا انت قولي اش قالك يلا. عقوبة وانا كيسحاب يتوحشني ويجي يشوفني. ساعة جا باش يدوز عقوبة ما يهمش، المهم دوزنا وقيتها مع بعضياتنا. قلبت عيني بلا مبالاة والله لا قلت لكم اش طرا يلا. مريم ناضت تصاوب بلاصتها وهي كتبرقم. سيري انا اللي صيفطو لعندك، اما كون صيفطو يجيب حفنة ديال الدراب مال المقبرة في هاد الليل كيما كان بغا يدير هشام. قتلاتني بالضحك، تعانقتها وجلست كنعاود ليهم. نعست ليلة اخرى كنفكر بهادشي اللي طحت فيه راسي، خايفة ندم وما نلقى فين نزيد. نهار الاول جيت لعرسي وانا حاطة احتمال ان نسالي او نهرب كاع من هاد الزواج، ولكن من بعد الشي اللي عرفتو على الظروف اللي سن فيها الاتفاق على زواجه، وايضا من بعد ما شفتو ورجع قلبي كيدق ليه درونت. هذا هو الحب اللي كنت كنقول باغاه يشقلب ليا حياتي. صباح الصباح وكما العادة، وكل صباح كيتعاود نفس الروتين اليومي. مورا الفطور مشيت عند بابا نهضر معاه، كان جالس مع عمي ابراهيم ومحمد. دخلت جلست وقلت ليه بابا بغيتك نمشي نزور جدة حشومة كاع ملي جيت ما شفتهاش، ياك ما مخبين عليا شي حاجة. قال لي لا لا ابدا بنتي، هي ولات لاباس الحمد لله، غير كنت كنتسنى الوجيبه فين نمشيو مجموعين عندها، ولكن حتى دابا من غدا ندي بنتي تشوفها دابا. عندي شي شغل ضروري مع عمك ابراهيم. يلا بغيت نجاوبو وهو ينقز محمد. انا نوصلها خالي نيت نشوف جدة، حتى انا ما شفتهاش. شافيا وابتسم، رديت ليه ابتسامة بورود، زعما راه بقى فيا الحال على وديت البارح. وموضوع العقوبة سبقني هو لبرا وانا مشيت للبيت نقاد راسي. لبست صايب الخضر وقميجة جين خفيفة في الزرق، ودرت شال بلون كاسي. لبست صباط بلا وزيت تليفوني في يدي وخرجت. فاش كنا خارجين من الباب دار لقينا عمر كيصاوب في الموتور ديالو اللي مدة ما خدمو. محمد مشى جهة الطوموبيل وانا وقفت عند راس عمر. قلت ليه اش بان ليك تجي معانا عمر؟ قال لي فين بالسلامة. شفت محمد مخرج راسو من الشرجم ديال الطوموبيل وكيتسنى فيا وانا غير ما زايده فيه. قلت ليه غادي نشوف جدة، اجي معنا سنتا تدوز شي عقوبة فعلا تاركة. عمر قال لي واخا نجي ولكن غير سبقوني انا غنصايب هاد الموتور ونلحقكم ان شاء الله. قلت لي اوكي غنستناوك عندك تعطل. تميت غادا وعمر كيقول كوني هانيه الزين، كلمه ديال الرجال. غمزني ومشيت جلست جن محمد وهو كيخنزر فيا. محمد قال لي كنتي جلستي معاه نيت تيصاوب الموتور وركبي معاه. تكيت على الكرسي بظهري وجاوبته والله ما كرهت اخويا محمد، عرفتي كنحماق الموتور زعما نركب عليه وانتم غاديه بيه بسرعه شيخله. ونطلق شعري يضرب فيه الهواء. الله على شعور. زاد في الطوموبيل وهو كيشوف فيا وكيقول تبارك الله طلعتي ما سهلاش. ايوا تقدري تطلبي من عمر يسلفك موطورو. ضحكت معاه وجاوبته علاش لا. ما لقيتش ليا كيفاش قضيتي عقوبة البارح في السطح. قال لي وصلت لك مرسول الحب الخبار. بصراحة كانت عقوبة زوينة وانا ما حسيتش بها كاع. عقوبة بقدر ما حسيتها فرصة نتقربوا من بعضياتنا شوية. كيف كتعرفي حنا دابا متزوجين ومحتاجين نجلسوا نتعرفوا على بعضنا مزيان. الله يكثر من العقوبات. وصلنا لدار جدة، سلمنا على مرات خالي اللي كانت كتشطب على برا وجلسنا قدام الباب. كينات مخدورة ومبردة النيس. معايا الله رشاتها مرات خالي، جابت لينا اللبن والتمر وجلسنا كناكلو على ما تجي جدة. يلا جلسنا هو يدخل عمر ومعاه هشام، جلسوا حتى هما معانا. وهنا دخلت جدة بالعكاز ديالها اللي كتعاون بيه. نهار تعنقتها وسط راسها والدراري باسوا يديها وكترضي علينا. قلت جدة توحشتك بزاف، اش خبارك كيف بقيتي بعدا؟ شفت فيها وفي ملامحها اللي غلب عليهم الزمان، ولكن كما كيقولوا الا مشى الزين كيبقى بحروفه. قلت لي لاباس بنتي الحمد لله، احسن من البارح اللهم لك الحمد. شفت في محمد وعمر بغات تعرف شكون هو المزغوب ديال راجلي حيت النظر على قدو. قلت لي شكون فيكم ولد توري يا ولادي؟ ياك ما انت. شيرات العمر هو يطردق هشام الضحك. خنزرت فيه زعما سكتنا هو ينقز محمد كيما العاده. قال انا جده زعما ما عقلتيش عليا محمد. وهذا عمر ولد خالي عثمان. عمر قال جده تبارك الله عليك غدا وكزياني، خايفه غير لو تغلطي ليا مع امان نهار العرس.
هشام جات ضحكة من كلام عمر، أما جدة ضحكات مع قلبها. وداك الصقع ديال هشام قال جدة خاصنا نزوجوك نيت، انتي وحدانية خايبة. قرصت وبقى محمد كيضحك. قالت لي دابا انا جدة قالت لي دابا انا بغيتكم نتزوجوا نتوما الشباب، اما انا تزوجت وولدت ولادي وعندي حفادي الحمد لله. اش مازال بغيت؟ محمد قال الله يطول في عمرك جدة حتى تشوفي ولادهم ان شاء الله. قلنا امين. فاش خرجنا من عند جدة قال محمد لعمر هاك السوار وترجع انت وهشام في الطوموبيل وخلي لي الموطور نرجع به انا مع امل. انا ما سيقتش اش كيقول. يلا بغيت نهضر وهو يشد لي في يدي وسكت. عمر لقاه سبا وخدا سوارت منه وهو فرحان. ركب هو وهشام اللي طال من سرجم وقال محمد شوف اهيا ومازال مسخينها بالاخت عندك تزيد تنساها وراك، راه بلاصة اللورانية ما مريقلاش مزيان. هاني علمتك. زادو خلاونا انا ومحمد اللي مد ليا الكاسك وانا كنشوف فيه وباغا نفهم علاش دار هادشي. قال يا مالك يا كنتي اللي قلتي باغا تركبي في موطور والسرعه وداك الشي. قلت له ايوا هل وجيبه جات لعندك يلا ركبي. وكلت امري الله وركبت من وراه. القضيه ماشي كما كنت كنتصور، عمري ركبت على شي موطور ولكن ما بينتش لي راني خايفه. لبست الكاسك ديالي وركبت من وراه وباش يزيد يعصبني زاد في السرعه وفرانا حتى تضرب صدري مع ظهرو. حسيت براسي حتى قرصت من كرشو وغوت اللي خلقو. قربت من ودنو ومست ليه قلت ليه هادي باش ما تعاودش مره اخرى. قال لي مجهده مع راسك غير بلاتي فيك. زاد بسرعة وأنا شادة فيه بكل جهدي خايفة نطيح. خشيت وجهي في ظهره وشديت عيني ما حسيت بيه. وقف حتى دازت شي 10 دقايق. قلت غنكون وصلنا لدار الساعة ملي حليت عيني لقيت راسي غير الخلا اللي داير بيا وهو يدور لعندي كيضحك. محمد قال لي قلتي كتعجبك السرعة ما شفتيش هادشي. دابا ملي خرجنا وانتي خاشيه فيا وشك. دورت وجهي كنحاول نشوف فين حنا ما عرفتش البلاصه. وقلت ليه فين حنا دابا ياك مخطفتيني. ضيقت على عيني وشفت فيه اما هو قرب مني وكيحاول يفتح لي الكاسك. قال لي خاطف مراتي انا هذه هي الفرصه باش تعيشي داك الحلم اللي قلتي لي قبيله. يلا حيد الفولار ديالك وطلقي شعرك. انا ويليت كتقوش حماقيتي. قال لي مالك كتشوفي فيا هكذا راني راجلك زعما ولا حشمتي مني. قلت لا ولكن الخلا هذا والبلاصه كتخلع. خير يلا نمشيو بحالنا مره اخرى ان شاء الله. قال لي كنت غادا نركب وانا نوقف دورتها في راسي مزيان ورجعت لعنده. عرفتي بدلت رايي اللي بالي انه البلاصه خاويه وهذه هي الفرصه. مره اخرى تقدر ما تكونش. شاف فيا وهز راسو قال ان شاء الله ما تكونش اخر مره. حيدت الشال وربطته على نصي وطلقت شعري اللي بدا كيحرك فيه الريح. كنت كنتسنى غير التشجيع. سميت الله وركبت من وراه وزاد بسرعة كبر وانا غير كنغوت عليه باش ينقص من السرعة شوية وهو كيضحك عليا. رجعنا للدار مور العصر كلشي كيسول فين امل ومحمد. كنا ناويين نرجعو نتغداو في الدار الساعة تعطلنا ولكن كانت توقيته غزالة عمري ما ننساها. دازت سيمانة في رمتة عين ما كنتش كنشوف محمد بزاف وقت الماكلة كنتلاقاو ولكن ما كنهضروش. عمر وصحابو خداوه مني الله ياخذ فيهم الحق وانا توحشتو. حتى اليوم الحد فقنا انا والبنات معطلين. هبطنا فطرنا بربعة جمعنا الطبلة انا ومريم وسارة وعالية جمعت الصالون وشطبوه. كنت خارجة جيت الكوزينة نشوف واش جات تما حيت تما ملي فقت ما لقيتهاش. تلاقيت مع زهرة اللي باين عليها زربانة كانت شاده واحد القفة شافتني انا ومريم وجات لعندنا البنات وبغيتكم الله يرضي عليكم توصلوا هاد القفة فيها الكسكروط للدراري راهم جهة الواد فين كاين الزرع عرفتوه. قلنا لها عرفت ولكن علاش خرجوا في هاد الصاد. قالت يزل تما وتعرفوا يلا راسي غيبرد. شديت القفة ومشات هي بالزربة. يمكن حيت اليوم جاي عمي عثمان داكشي علاش. شدينا الطريق وحنا كنغنيو حاطه يدي في يد مريم حتى وصلنا البلاصه اللي فيها الزرع كنقلبوا على الدراري. وصلنا كيبانوا لينا شي 4 الحصاده كيحصدوا فين عتات لينا زهره. حنا كنقربوا باش نعرفوا شكون وهما كيشيروا لنا زعما اجيو. مريم اختي امل قالت لي حنا فين غاديين دابا. شوفي اختي هادوك كيشيروا لينا بلا حشم بلا حياه. قلت انا ما تخافيش يقدروا يكونوا مع هادوك النيت غير ما تخافيش وزيدي قدامي. شويه كيبان لي واحد فيهم جاي كيجري لجهتنا. مريم خافت وهربت دخلت في الدار غير شفتها في داري غير شفتها غبرات وبقيت بوحدي في هاد الخلا. حطيت داكشي في الارض سمعت مريم وانا كنعيط عليها.
قلت لها فينك صاحبتي علاش دخلتي من هنا؟ ما لقيتيش فين تهربي من هنا المصيبه. كنسمع صوت مريم من بعيد. امل تبعيني، راه قربت نخرج للطريق، تبعيني. حطيت يدي على جبهتي وغدا وكنغوت. فين غنتبعك؟ على خليتي شي اثار هنا؟ مريم ما جاني تجاوب منها. بقيت غادا بالزربه كندور، ما عرفاش فين اللي تلف يشد الارض يا امال. يلا بغيت نجلس وهو يبان ليا واحد الولد تابعني. ما قدرتش نشوف وجهه مزيان، بقيت عاقا كنجري وما شايفاش قدامي، وانا كنجري وهو كيجري وكنسمعو كيضحك. قدرت اخيرا نخرج من ديك المتاهه. من بعد ما كان نفسي غير تقطع ودموعي قربوا ينزلوا. شفت قدامي محمد مع مريم، بالي غير هو. جريت عنده عنقته، كنحاول نقول ليه راه شي حد تابعني وكنشيا من ورايا بيدي. منين خرجت كنسمع مريم كتضحك وهو يدورني. محمد جيها. منين خرجت كيبان لي هشام لابس حوايج بحال هذاك الحصاده، وكنفتح عيني في محمد كيبان لي حتى هو هكذاك. بديت كنحك في راسي وكنضحك. عاد عرفت بلي هما جايين يجيبوا تجربة ديال الحصاد، ولكن مريم فهمت غلط ودوزاتها عليا. جلسنا تحت الشجر هما كياكلوا الكسكوط مع واحد صاحبهم، وانا ومريم جلسنا بعاد شويه. كنشوف محمد مشى بالي بعيد. ايه كنت حتى انت، ولا حتى انا ساكنه هنا مع راجلي، وكل صباح نفطروا تحت هاد الشجره وهو يقابل الارض حتى نوجده الغدا ونوكلو بيديا ونعاونو في الفلاحه. كاع مالي ما نقدرش. مشيت بعيد. رجعنا للدار، تغدينا والدراري جالسين مكرفسين بغاو الحصاد. سحب ليهم ساهل عليهم. وغير واحد النهار، غير نهار واحد تعوجات ليهم الجلسة. في العشية كان الصهد بزاف، وجدنا جليسة في الجردة حيت تما مبرد شوية. حطيت الصينية ديال اتاي وجلست انا ونجاة حدا عمر، وجبت معاه موضوع فاطمة. قلت هو يقدر يفيدني بشي رأي اللي نقدر نعاونو به البنت، وحيت هو بغى يتخصص في علم النفس. قلت يقدر يفيدنا. عاودت ليه القصة والظروف اللي خلاتها توصل لهاد الحالة من الأول. عمر كيوش ما شافش طبيب نفساني ولا شنو؟ نجاة مشات تبعات مع واحد المدة، ولكن ما كانش شي نتيجة ملموسة. وها الطبيب كان في المدينة، وكانوا غير كيجلسوا عند اختها باش كيمشيو لعندو، ووالديها عياو وما بقاوش كاع كيديوها لعندو. عمر سكت وكيفكر، ومحمد قرب لينا وقال خاصنا نعملو شي حاجة للبنت، حياتها غتضيع الا بقات بهاكا. شفت فيه وقلت عندك الحق. دابا اول حاجه خصنا نعملوها هي نهضروا مع والديها ونقنعوهم باش تعاود تبدا تعالج، ونقدروا كاع نقترحوا عليهم نوليو نوصلوها للمدينه الوقت اللي حنا فيه هنا. ولكن من بعد قاطعني عمر. انا نقدر نعاونها حتى تسالي العطله ديالي الا تبعات مع شي طبيب مزيان. هاد المده راه كافيه باش تحسن حالتها، ونقدروا نكرو ليهم شي دار فين ساكنه اختها باش تبقى قريبه للطبيب وما نخسها حتى هي. نجات لا، الفكره ديالك راه غير نساها، هي ما كترتاحش حتى عند اختها، عاد تجلس في دار اخرى. شوف احسن حل هو نتكلفوا لهم التنقل، وهما تما راه غيجلسوا عند اختها يومين. ما دات ما جابت، اش بان لكم؟ قلت لها انا مزيان، اي حاجه درناها احسن من والو. بالنسبه للتكاليف ديال الطبيب نقدروا نعاونوا باللي قدينا عليه. واللي فهمت من عمر ان عدد الحصص ما غيكونش كتير، وان الدواء هو اللي خاص تتبعو بانتظام. وانتي انا جات لي ساكنه معاها في نفس الدوار، تحاولي تشاركيها معاك في شي نشاطات اللي عزيز عليها. جلسنا كنتناقشوا في امر فاطمه وشنو غنديروا معاها، وكل واحد بغى يعاون باللي قدر عليه. طرقنا موضوع التكاليف. بقى دابا غير نهضروا مع والديها، ونجاة غتكلف بهذا الشيء بطريقتها. بعد العشاء ما جلسناش نسهروا كما العاده. قبل ما نطلع الناس جابت لي ماما بوماضه باش نديها لخويا هشام اللي ظهرو تحرق بالشمس. جالس كيحسد ظهرو عريان، جابها في راسو. فاش قربت عندهم تفضوا، وانا ما عنديش حتى التليفون باش نشوف قدامي. بقيت غادي بشويه بشويه حتى وصلت عندهم. بالي هشام كيتسنى محمد جالس معاه، اما عمر بدا كيشخر. طاع عليا الحنان الاخت فجاه. دهنت ليه ظهره شويه. كنهز عيني في محمد اللي كان مشغول بالتليفون، ساليت وبغيت نرجع في حالي. ناض محمد تبعني بلا ما يهدر. وقفت كنشوف فين غادي. يلا بغيت نسولو فين غادي، قال لي غنمشي معاك راه الظلام وخايف عليك من العقارب. شير التليفون وضحك. انا قلت له يلا. تمشيت انا وياه وتمنيت ان ديك الطريق ما تساليش. محمد في الحقيقه بغيت نتمشى انا وياك شويه، ودرت السباب الظلام. قلت ليه الا كنتي توحشيني تقدر تقولها نيشان بلا ما تحشم. قلتها في الضحك غير باش نشوف ردة الفعل، ولكن بقى ساكت وكتفى بابتسامة. قليها احنا وصلنا، كان شوية وصبح الحال. الوقت معاك ما كنتخاش بيه.
قلت له حتى انا والله شكرا بزاف اخي محمد. طلعت مني بلا ما نحس هاد المره، رسمت غوبيشه صغيره على وجهه وجاوبني خوك. قال لي الا سمعتك شي وحده اش غتقول عليك مزوجه بخوها؟ يلا بونوي شيغي حتى الغدا ان شاء الله. ما قدرش نهضر غير هزيت راسي وهو يمشي. قلت له شو بصح قال شيغي طرت بالفرحه غير بوحدي كنقز ما كرهتش نوقفو نعنقو نقول له جو تيم. لقيت البنات صاوبوا لي بلاصتي وتكمشت بيناتهم فرحانه. زعزعت لي عقلي وقيله. هزيت التليفون صيفط له رساله في الواتساب اصلا اش غيوقع. الا قال لي اش هادشي نقول ليه صيفطها بالغلط. قلت لي تصبح على خير نتمنى تشوفني في احلامك. رد عليا بالزربه. يكفي اني نشوفك في الحقيقه وتكوني ديما فرحانه كيما اليوم. ليلة طيبة كنت غنقص بالفرحة ولكن نالت الشيطان وما بغيتش نعطي امان لراسي لمجرد انه كيتصرف بطريقة زوينة. ودوك الشوفات ديالو اللي نقدر نقسم انه فيهم ان زعما يكون من طرد ديال الحب. دازت 25 يوم على وصولنا لهنا وبقات غير 5 ايام من العرس. علاقتي بمحمد نقدر نقول عليها تطورات الاحسن وصداقتنا توطدات وحبي ليه غادي وكيكبر. فاطمة كتبع مع طبيبة نفسانية ودابا هي كتبع دواها الى ان كل شي غادي مزيان. الحياة هادئة لها الدوار كتنعس على مزاج ونفسية وحدة. البارح بالليل سهرنا كما العادة. فاش طلعت نعست شديت تاني الهضرة مع محمد في الواتساب. داكشي علاش في الصباح ما قدرتش نفيق بكري. مريم جالسة فوق راسي كتحرك فيا باش نفيق وانا كنت جبت تحت اليسار. قالت لي نوض ديال النعاس راه خمرتي بالنعاس. شوفي شكون جاي يشوفك على الصباح. هزيت راسي وانا كنتفوه جات عيني في محمد نض دغيا وانا كنجمع في راسي. محمد قال لي كيفاش كدير هنايا على النبوري. قال لي جيت نشوف كيفاش كتكوني فاش كتفيقي باش ما نتصدمش من بعد. ولكن غزاله تبارك الله في كل حالاتك. مريم قالت لي راه قلت ليه بلاش وما سمعنيش ونيت نمشي من الصباح وانا كنفيق ليه فيك حلفتي لا تفيقي. يلا نوضي دابا غير شفتي وانت تفيقي بلا ما تحسي. قال لي صافي من هنا الفوق نولي ديما نجي نفيقها وغمزني. انا تقعدت في بلاصتي وخليتهم كيضحكوا. كيف العاده النهار كيبدا من بعد الفطور كل واحد مشى لشغله وانا ما كان عندي ما يدار من غير نشد الركنه ونتفرج. هاد العشيه غيجي خويا عزيز ومراته وولده الكتب وطريده. في العشيه وصل وكنت موحشة حيت عايشين معانا وملفة نشوفو كل صباح. دخلنا جمعنا كاملين في الصالون اللي كان عامر. درنا كاسكروط وخرجنا في العشيه للجنان. كندورو انا والبنات مجمعين كنهضروا وسهيله دغيا اندمجت معانا وشبه الجو ديال البلاد. فاطمه حتى هي حسيت بها فرحانه معانا. هزيت رضا فوق كتافي وكندور بيه وهو ميت بالضحك وتصورنا شحال من سيلفي. قبل ما يجيني ميساج من محمد فيه واش نقدر نهضر معاك دابا. رديت عليه دابا نيت. قال لي عندي لك شي حاجه. قلت له واخا هاني غنسبقك مع رضا. هزيت رضا معايا وصلت لواحد البلاصه مغطيه بالشجر ما بقاوش كيبانوا ليا فين جالسين. حطيت رضا يلعب وهو وصل محمد لعندنا. قال لي كتبان لي انت وهاد الكتكوت مش فاهمين. شفت فريده وابتسمت قلت له اوه بزاف ياك حبيبي. قال لي ويقول لي محمد نعم قلتيها ليا. ضحكت وجاوبته قلت لا طبعا امل عندها حبيب واحد هو هذا وشيرت بيد الرضا اللي كيضحك واخا ما فاهم والو. هز محمد وقال شفتي السي رضا دابا غتولي تنافسني ولا شنو. قربت من رضا وبستو حنكم. محمد قال لي انا زعما لي راجلك ما تعطينيش شي وحده هنا غادي نبدا نغير. انا ما كيغير اللي كيبغي غير اللي كيبغي. محمد قال لي ياك على هذا الحساب انت ما كتغيريش عليا الا درت لك نفس البلان. قلت لي مناش غادي نغير عليك باش دابا حتى جينا لهنا باش نهضروا في هذا الشيء فاش بغيتيني. حط رضا وشاف فيا وهو متردد في الهضره. قال لي عندي لك شي كلام. قلت لي انا كنسمع. قال لي انا بغيت نهضر معاك بخصوص حياتنا امل. بصراحه الزواج في الاول ما كنتش مريحني نهائيا. الظروف اللي جا فيها والطريقه اللي قدروا بها يقنعونا به. حسيت انه غيكون زواج فاشل ولكن دابا عندي احساس اخر. كلشي تبدل بالنسبه لي حياتي وافكاري ونظرتي للزواج. وليك ما عرفتش واش من بعد داكشي اللي كنت قلت لك في الاول غتقبلي بكلامي دابا ولكن ما كرهتش اننا نبدلو جد باش زواجنا يكون ناجح. ما مصدقاش بلي هو كيقول لي هادشي. يعني هو ما كيقولش هادشي حتى كيحس بشي حاجه تجاهي. بغا يكمل هضرته ولكن اللحظه ما كملهاش. جا عمر ومريم في التوقيت غير مناسب ابدا.
قال لي نشوف جوجنا ياك ما جينا في شي وقيته ماشي هي هذيك. مريم قالت لي كنا جايين نقولوا لكم بلي خاصنا نرجعوا للدار، ولكن حتى دابا معليش تقدروا تكملوا هضرتكم، احنا جالسين ونستناوكم. شفت عمر وضحكوا. محمد قال لي صافي غير سيروا شويه وحنا جايين. شفتهم ما بغاوش يمشيو، شديت في يد محمد وقلت ليه صافي يلاه نمشيو، راه بدا الحال كيظلم. دخلنا للدار وانا طايره بفرحه، وخا ما سمعتش منه كلمه كنبغيك، ولكن احساسي لا يخيب، على الاقل نسى عليه داك الاتفاق والطلاق الهندي، وباغي نكون مراتو اللي مقسم مع الحلوه والمره والحب يجي من بعد. ولكن ما نكونش امل الا ما خليتوش يعترف ليا قبل العرس بكل احاسيسه. بعد العشاء كيف العاده مشينا لبلاصه السهره اللي كدوز زوينه كيف ديما، غير ما بقيتش كنفوت معاهم ل 12 ديال الليل. السهير والعرس قريب ما جاتش. نجاة كانت فرحانه حيت غدا غيجي راجلها اللي مسافر، ومريم باقي كتحاول مع خويا هشام اللي باين فيه غيعذبها معاهم، ولكن باش كتعجبني ما كتبينش ليه باللي راها مسوقه ليه. هو فهمو في هذا الشيء قليل، يعني تما بقاو. عمر بالي ساهي وكيفكر. هادشي اللي خلاني نسولو، قلت له خويا عمر مالك هاد اليومين كتبان ليا كتسهى شويه ياك؟ ما عمر بدا كيضحك قال لي ما اش. مريم قالت لي ما تكون غير شي وحده شاطمه. قلت لي انا بصح شكون هاد المصوبه؟ هشام هو كيضحك قال لي الله يكون في عونها مع متعلقات. محمد قال لي خليوه بعدا يهضر مالكم. عمر بدا كيضحك قال قلبي محروقه الدراري، لان لهاد الدرجه مخبي علينا. شوف غير عاود لينا نقدروا نعاونوك. عمر قالك توحشتها، ولكن احسن حاجه فاش ساليت معاها، حيت هي بنت الحرام وغير كدي فلوس وكتهلك صحتي. مريم دورات في عينيها كتحاول تفهم علاش كيهضر. مريم مسكين اش جاب صحة للحب؟ عمر قال مريم نسي عليك شويه، الحب راه ماشي غير هو اللي كاين. انا كنت كنقصد الكارو، كنت بديت كنكمي هاد العام ووعدت راسي نقطعو الى الابد وما نرجع من العطله حتى نكون فضيت معاه. قلت لي انا سي الله يلاقيك معاه عيشه قنديشه، انا على نيتي كنسمع ليك وشويه ونبكي. محمد قال لي ماشي لهاد الدرجه، خاصك تشجعيه حيت باغي يخلي المرض عليه. مريم قالت لي وي بصح برافو اخويا عمر، هنا فين كتبان الترجليت ديال الواحد، ما تخليش سيجارة قلبك. هشام ايوا غير يقطعو ديما ماشي شهر ورجع. عمر قال لي لا صاحبي وعدت نفسي قرار لا رجعة فيه. محمد قال لي هكذا نبغيك، ايوا انت تقدر عليها ما فيها شك. شاف فيا هو يكمل الادمان بحال الحب. عمر ما كتحش فيه حتى كطيح. ضربت على كتفو كملت الادمان تقدر تعالجو، ولكن الحب لا. ضحكنا جميع وانا شاده فيه زعما ما عندك فين تهرب. عمر رديتو مدمن كاع وكيضربوا بيا الضريب المعاني، ما عندي ما نتالكم. مريم الدراري بما انه جبدنا الحب وما جواروه، اش بان لكم كل واحد يعطينا كلمه يعبر فيها على الحب؟ شفنا في بعضياتنا واتفقنا. ومريم النيت اللي بدات وقالت انا بالنسبه لي الحب هو الاهتمام. هشام الحب قال لي بالنسبه لي هو التضحيه. كان عمر غيهضر ولكن مريم سبقات وعلقت على كلام هشام. قالت لي مريم كنظن بلا قبل ما تضحي في الحب خاصك تهتم اولا. عمر قال لي انا بالنسبه لي الحب هو امي. كلنا ضحكنا. هشام هذيك منبع الحب كله، ولكن احنا كنهضروا على الحب اللي على بالك. عمر عرفت، ولكن ما لقيتش شي كلمه مناسبه اللي نوصل بها داكشي اللي بغيت نقوله. ولكن اللي نقدر نقوله دابا ان الحب بالنسبه لي حلم، يقدر يكون كابوس او حلم زوين اللي كيبقى في الذاكره ديما. نجاة قلت لهم الحب بالنسبه ليا الدراري كلمه بسيطه وهي الثقه. محمد قال عندك الصح، كيقولوا الحب كيستند على الثقه، الا مشات الثقه مشى الحب. انا بالنسبه لي الحب هو الامل. سمعت هاد الكلمه وشد ليا في يدي، شفت فيه وغمزني وانا نقول لك كيفاش الامل. محمد قال لي الامل في الحياه، وجود الحب في حياتي كيعطيني امل باش نستمر في الحياه على قبل اللي كنبغيهم. مريم قالت لي اوه هذا ما يحب نيدو، وانت كتضحك. قالت لي وانت يا مدام امل اش كيعني لك الحب؟ قلت له انا ما غنعقدش الامور بزاف وغنقول عليه احساس. مريم قالت لك اجمل احساس عرفته النهار اللي نحس به بالحب، غتهتم به ونضحي ونحلم معاه ونثق فيه ونتامل معاه حياه مليئه بهذا الاحساس كي جاتكم. عمر قال سمعتي كل شيء مريم سعدات، وهذا اللي غتغرقيه بحبك. مريم قال راجلها ان شاء الله. مريم ضحكات معلوم راجلي باش الى غرق بعدا ما لقى شكون يعتقو.
نجاة قالت الله يرزقكم الحب الحلال. قلنا لها آمين. الغد ليه مورا الفطور مشينا أنا ومريم وفاطمة للسوق الأسبوعي. بعد ما ضربنا السوق كامل جلسنا نرتاحو شوية وبانوا لي الدراري مع راجل نجاة اللي عرفتو غير من تصاورهم. جاو عندنا سلموا علينا وجلسوا معانا، ولاحظت أنه ملامح فاطمة تبدلات بمجرد ما شافت راجل نجاة اللي فكرها في أسوأ فترة في حياتها. حمزة راجل نجاة هو اللي كان ساكن مع أنس، وحتى هو أستاذ كيقرا في الثانوية اللي كان فيها أنس. من بعد داكشي اللي طرا تعرفت عليه نجاة، وهذه عامين دابا باش مزوجين. عمر قال لي الدراري انا جاني العطش، شكون يجيب لينا شي حاجه نشربوها، انا نسيت بسطامي في الدار. هشام دور عليه يدو وكيضحك يقول جيب خاوي ومحتشمش. عمر بعد يد هشام رد عليه قال لي ما تيقتينيش نصيفطك تجيب لي بسطامي ونخلص على خويا. محمد قال لي صافي انا غنجيب لينا شي حاجه، حتى انا نيت شحفت بقوه الدوران معاكم. ولكن فين كاين شي حانوت قريب من هنا؟ انا كاين واحد غير قريب من هنايا، انا جايه معاك، بغيت نيت نشري شي حاجه. وسكت. غير سمع هشام هضرتي وحيت صندالته وشدت يديه، وانا جريت تخبيت مورا ظهره محمد وكنضحك بالعاني. ديتو الحانوت بعيد شويه باش نبقى معاه شويه بوحدنا، وكنت بغيت نيت نسولو على كلام ديال البارح ونفهم منه شنو اللي خلاه يقول لي ديك الهضره. ولكن مع الصداع والجوقه قلت نخليها الفرصه اخرى. رجعنا للدار، تغدينا، الناس في الصالة والرجال في الصالة، الدار عمرات، ومع العرس قرب جاو شي ناس من العائلة بعاد وسط ديال الدراري. بغيت غير نريح مخي شوية، مشيت نجلس شوية تحت الظل في الشجرة. هو يتبعني عمر ما حسيت بيه حتى وقف فوق راسي. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم هذا انت؟ جلس حدايا وهو كيضحك. قال لي كنتي باغي يكون شي واحد اخر؟ قلت لي لا غير فاجأتيني وصافي. هذاك الاخر مشغول كاع ماديها فيا كما كتشوف. قال لي لا لا شكون هاد العمل اللي ما غيديهاش في اختي امال؟ امولا اختيتو عندي لك طليبه. قلت لي فاش كتقول هاد امولا كنعرف كاين شي حاجه، شنو باغي؟ قد الجلسه وقال لي شوفي بغيت ندير شي مقلب في محمد وبغيتك تعاونيني. شنو انت مسطي ياك؟ قلتي غتنسى عليك هاد البساله. قال لي كنوعدك هذا اخر مقلب نديرو فيكم وزيدو راه في صالحك حتى انت. شفت فيه بغيت نفهم وقلت كيفاش. قال لي شوفي انا نقدر نقول بلي علاقتك انت ومحمد حاس بها فيها إن، وراه عرفت بلي زواجكم كان مدبر من طرف والديكم. قلت مع راسي بلي تقدروا تكونوا غير كتمثلوا علينا دور ثنائي المحب، ولا كذبت؟ حضرت راسي وجاوبته بصح انه زواجنا كان مدبر وتقليدي. ولكن عمر دابا نقدر نقول لك بلي كلشي تبدل، وداكشي اللي كتشوف ماشي تمثيل، على الاقل من جهتي انا. قال لي واش ما باغاش تعرفي مشاعره من جهتك؟ قلت له انا شوف هو فعلا ما كرهتش نسمعها منه قبل عرسنا، ولكن بغيتها تجي من قلبه ماشي من ورا مقلبه عمر. قال لي وانا غنقول لك بلي خاصك ديري شي حاجه اللي تخليه يعرف قيمتك. انا متاكد بلي كيبغيك، شفت هادشي في عينه في نظراته ليك وتصرفاته معاك. دورتها في راسي مزيان، واش زعما غتكون هذه هي الطريقه المناسبه باش نوصل لغايتي، باني نسمع منه كلمه كنبغيك؟ علاش ما نمشيش ونصارحو نيشان؟ علاش هاد اللف والدوران كله؟ ولكن نقدر تكون طريقه غير تقليديه، طريقه اللي عمرنا نساوها اللي ليها. اش كيوقع كاع؟ انا موافقه نعاونك غير باش نحسو بداكشي اللي حسيت بيه في المقلب اللي درتي ليا، ولكن كلشي يكون في خبارو. متفقين؟ قال لي اتفقنا على المقلب اللي غيكون هاد العشيه. ولكن في هاد اللحظه كانت مقالب اخرى كيتخطط ليها. دوزت نهار مع بنات العائله مجمعين، وكنتعاونوا في التحضيرات ديال العرس. في الليل تعشينا بوحدنا وما سهرناش، يعني بقيت النهار ما تلاقيتش محمد كاع. نعست وربالي مشغول مع داك المقلب اللي عاود ليا عمر. زعما غينجح الا مشات الامور بطريقه اخرى؟ وعلى عرفت بلي ما كيحسب والو من جهتي، وبلي الاحساس من الاول كان غلط. عادي ديك الساعه بعد غنلقى السبب باش نحبس هاد الزواج. الله يا ربي الله ترونت. صباح الصباح والخوف مسيطر عليا. فطرت بالزربه وخرجت من الصاله، بغيت غير نشوف عمر ونقول له صافي حبس كلشي، ولكن ما بانش ليا ومشيت للبيت. فين دايرين الدراري حوايجهم؟ دقيت شحال ليا غير محمد، غير شافني بدا كيفرنس. قال لي امال بغيتي شي حاجه؟ دخلي بعدا ما تخفيش الباب. دخلت وانا كنفكر اشنو غنقول ليه. دورت عيني على البيت، من بالي فيه حتى واحد من الدراري وانا نسولو انت بوحدك هنا؟ فين عمر؟ سد الباب من وراهم، مشى جلس حدا على واحد الكرسي قدام الواحد الطابله فوق منها بزاف ديال الكتوبه، وجاوبني ببرود. انا صاحبي جايه تشوفيني الساعه انت كتولى غير على عمر. قلت لي بغيت نهضر ولكن هو كمل.
على اي عمر مشى عند حمزة كيتغداو معاه، على ما قال لي قربت منه بان ليا كيقرا في الكتاب باهتمام، كيهضر معايا ولكن ما كيشوفش فيا. قلت له انا مزيان، بغيت نسولك على كلام قاطعني صون التليفون جاوب بلا ما يديها فيا. انا فهمت راسي غير زايده وخرجت في حالي. وخاصي محمد كنت باغا زعما نوضحوا الامور بطريقه سليمه، ولكن برودك هذا معايا خاصو عقاب دابا. اراك الفراجه اللي ليها ليها. في العشيه دخلت للبيت، بدلت عليا، لبست قصوى طويله زرقاء وشال صفر صباط بلا، وخرجت للصالون. كتبالي الدار خاويه يمكن كلشي خرج. لقيت مريم وساره وعاليه كيتسناوني. دزنا عند فاطمه وخرجنا معاها اتجاه ديال الجنان. نجات غتلحق علينا هي وراجلها. وصلنا لفين غنجلسو فرشنا حصيره وجلسنا كنهضرو على ما يجيو الدراري باش يبدا المقلب. وصلوا وجلسوا معانا كلشي كيهضر ويضحك، وحتى انا حيت خوفي وما بينتش ليهم والو. محمد كان جالس مهدم ما عارفش اش كيتسنى، وشفت عمر وعطيتو اشاره باش يبدا. ناض عمر وهو كيتصرف بجديه ووقف عند محمد وقال ليه محمد نوض معايا بغيت نهضر معاك شي حاجه. مد ليه محمد يدو عاونو ينوض. محمد قال لي اخبار الخير. شاف فيا عمر وغمز ليا وقال غير الخير ان شاء الله. مشى وجلس حدا واحد البير اللي كان بعيد شويه ما كيبانش ليا فين جالس انا، وباش نسمع اش كيطرا بينهم. عمر اتصل بيا باش نسمع اش كيقول. نتبعت على البنات وانا كنسمع الحوار ديالهم. قال لي خويا محمد انت عزيز عليا، والله شاهد انا كنهضر معك كاخ، وانت راك خويا اللي ما عنديش اي حاجه منك، مقبوله اهضر انا كنسمعك. قال لي امل عاودت لي كلشي زعما كيفاش تم هاد الزواج والاتفاق اللي كان بيناتكم وداك الكذوب اللي كنتو كتبينوا قدامنا كلشي. قال لي شمن اتفاق هذا؟ قال لي عمرها في راسي كلشي اتفاق ديال بعد الزواج مده وغتفارقوا داك التمثيل ديال الزواج كيحبوا بعضهم اللي كنتو كديروا قدامنا. قال لي شق تقول في هادشي؟ قال لي عندك الحق هادشي اللي كاين، ملي انت عارف كلشي اكيد غتفهم علاش انا درت داكشي ياك بعدا. عمر قال لي لا ما فهمتش اخويا اشرح ليا. قال لي كنظن من الاحسن لك ما تعرفش، انا اصلا ما عرفتش علاش امل عاودات ليك هادشي كان سر بيني وبينها. اش دخلك نتايا؟ قال لي عمر يمكن حيت ما بقاش باغا تعيش في الكذوب مازال. محمد قال لي الكذوب؟ قال لي داكشي علاش عاودات ليك وجاي دابا كتنصحني. عمر سمع انا بغيت غير نقول لك من الاحسن تساليو هادشي من هنا. امل ما بقاتش باغا تكمل في هاد الزواج. محمد قال لي نساليو كلشي انت مسطي على ما بان ليا. وقف محمد راجع في حاله حتى وقف الصوت. عمر اللي قال لي عمر غير سمعني طلقها. وقف محمد تسمر في بلاصتو ودار عند عمر اللي كمل. قال ليه بلا عرس بلا شوها واش غتخليها حتى تغرب عاد طلقها، باركه غير هاد الشوهه اللي وصلتيها ليها. محمد بدا كيضحك قال لي نطلقها وياك ما انت بالسلامه اللي غتزوجها من بعدي ما نطلقها باش تسترها. قال لي علاش انا بعدا غنحاول نكون سند ليها نعيش الحب والحنان اللي ما غتلقاهش معاك. هي محتاجه الراجل اللي يبغيها ويكون معاها وانت ما تعطيها والو من هادشي. محمد تعصب وناض لعمر شنق عليه. قال حسيت بهادشي ما غاديش كيف ما اتفقنا. وعمر زاد فيه اش دخلت تلاقوا الزواج في هضرتو؟ هداك مسطي وانا مسطي اللي درت فيه راسي. كنت غنوض لعندهم وانا نسمع محمد كيهضر كلام اللي طيح ليا الماء في ركابي وما بقيتش قديت نوض. قال لي امل ليا بوحدي وعمري نخليها تبعد مني فهمتي. امل هي الحب اللي كنت كنتسناه يدخل لحياتي، هي حب حياتي وانت جاي دابا كتقول لي بعد عليها. عمر بدا كيضحك على كلامه. قال لي انت كذاب اخويا سيمو، كتقولي هادشي غير حيت ما باغياش تبعد منك، ولكن هي خدات قرارها وباش تسمعها من عندها هي النيس. غنعيط عليها وغنقول لها كلشي. حسيت بقلبي غيسكت واخا سمعت اعترافه، ولكن مرتاحيتش وندمت اللي درت راسي في عمر. دابا هو باش غيكون كيحس اكيد غيفكر بلي خنتو. جا عندي عمر هو كيضحك وشد فيا وعاونني نوض وانا مهلي حوايجي بحال الا باغا نبكي بصح. قال لي عمر شفتي راه قرب كلشي، سيري عنده دابا وخليه حتى يقولك داكشي اللي عنده عاد اعترفي لي نجي وما تنسايش خلي المشهد الاخير ليا واخا. عمر ما قادرش نشوف لي في وجهه، هز ليا وجهه وضحك. الهبيله قصحي وجهك شويه وقصحي قلبك وسيريها العار. حلي بمي زهره خلي كلشي يمشي كيما خططت ليه. صافي انا غاده وانت بقى ها انت هنا تنعلمك. ساليت هضرتي وهو يجيني ميساج من عند محمد فيه امل كنت بغيت نقول لك كنبغيك وغنبقى نبغيك وخا انتي طعنتيني في قلبي.
ما حسيتش براسي حتى دفعت عمر وجريت من عند محمد ودموعي بداو كينزلوا. تبعني عمر وهو فاهم ما فهم والو، غير قربنا من البير سمعنا صوت شي حاجه طاحت في البير. انا قلبي سكت وحاجه وحده طاحت لي في بالي ان محمد طاح في البير. وصلنا ليه وبقينا كنطلعوا من البير، كنغوتو انا وعمر، كان باغي يتلاح البير غير شديتو اصلا، وهو ما كيعرفش يعوم. تجمعوا الدراري علينا ما فاهمين والو غير كيسولو. ما قديتش نجاوب حتى واحد. واش كلشي تسال هنا؟ واش هادشي هي نهاية ديال قصتنا اللي كنت بغيتها تبدا؟ ها هي سالات قبل ما تبدا. بديت كنضرب في عمر ونغوت عليه، قلت ليه حنا السبب عمر، حنا محمد مات بسببنا. عمر اش داني انا لشي مقلب؟ يا ربي اسمح ليا، قتلت خويا بكذوبي، يا ربي تاخذني وما نعيش من هادشي. كانت الصدمة الحقيقية هي فاش خرج محمد من الشجرة، على وجهه ابتسامة ديال النصر. واش هذا هو ولا خياله؟ ما تشيقتش، جريت لعندو وعنقتو، كنت غنخنقو زيرت عليه بالجهد وكنقول ليه اسمح لي عافاك ما تخلينيش بوحدي يا حبيبي. كلشي كان كيضحك، قلت لي عافاك ما تمشيش تخليني كنبغيك. خفت يكون هذا اللي معنقه غير خياله ويكون بصح مات وانا سبابه. عنقتو بجهد وغمضت عيني، كنسمع فيه كيهمس ليا ما تخافيش انا معاك وحتى انا كنبغيك. كانت اخر حاجه نسمعها منه قبل ما نغيب. فيقنا غير صوت محمد وهو كيضرب شويه امال نوضي ما تخلعينيش عليك، واش كتسمعيني؟ فتحت عيني بشويه كنلقى راسي على الارض وراسي على صدرو، وشفت في عيني ودموع عينيا. مره اخرى قربني ليه وعنقني. بعدت منه شويه وسولته اش واقع، واش انا كنحلم؟ محمد ماشي انت اللي طحتي في البير؟ انا كان كيحسب لي انت اللي طحتي. قالي واش ما تخافيش ما طرا والو، ها انت كتشوفي انا حداك. شفت في الدراري كيضحكوا وعمر جالس مربع رجليه وكيشوف فيا وساكت. قال لي ولكن، قلت لي انا ولكن انت طحتي في البير ولا لا؟ قال لي لا هذيك غير حجره يا امال بصح. بصراحه قلت نتعشى بكم قبل ما تفطروا بيا ساعه، انت علاش باغي غيبتي بين يديا بعد ما كنتي غتقجيني انا باستهزاء. قلت لي هادشي كيضحك طيحتي مني النص والله. عمر قال لي امال كلشي مشى في الزيرو اختي، دارها بيا هاد المره. مريم كتضحك، امال قالت لي بقيتي بيا صاحبتي ولكن نتوما اللي بديتو اللعب ومحمد غير برد الصرف. فاطمه بقات كتشوف فينا انا ومحمد وهي مبتسمه. بدلتها ابتسامه وحسيت بالراحه. فرحت حيت محمد ما طرات ليه والو وبلي داكشي كان غير كذوب. هادشي خلاني نعرف مره اخرى شحال كيبغيني وشحال كنبغيه، وبأنه وجوده مهم بزاف بالنسبة ليا. ولكن واش داك الكلام اللي كان قال لعمر عليا بصح؟ مشاو الدراري والبنات كيلعبوا الكره وانا مازال جالسه في بلاصتي مع محمد. بقيت نستوعب هادشي اللي طرا وبغيت نسولو باش نفهم منه. قلت لي محمد كيفاش عرفتي بداك المقلب اللي كان عمر مخطط ليه؟ محمد قال لي صدفه البارح فاش كنتي كتهضري مع عمر سمعت هضرتكم وعرفت بلي داكشي اللي ناويين ديرو ليا اليوم. درت راسي ما عرفت والو وكملت الدور حتى اليوم. والبارح ملي جيتي لعندي للبيت كنتي باغا تهضري معايا على عمر. لاحظت من خلال تصرفاتك بلي باغا تراجعي على المقلب، ولكن انا كنت باغي نكمل عليكم المقلب اللي يقدر يخلينا نعترفوا بمشاعرنا لبعضياتنا، وهذا هو المهم. شفت السما وابتسمت وانا كنتفكر كلمات اللي قلت ليه. قال لي ما عندي ما نسالك عرفتي كيفاش، قلت لي ما عندي ما نسالك عرفتي كيفاش تمثل الدور، ولكن واخا هكاك حشومه عليك ضربتي المقلب في الزهره. ضحك وقال لي من حفر حفرة لاخيه وقع فيها، ياك بعدا؟ قلت لي ولكن انت عارف علاش انا وافقت على هادشي؟ غير باش نشوف اش كنعني ليك واش وجودي في حياتك عنده شي اهميه ولا لا. قال لي ايوا شنو عرفتي دابا؟ واش انا كنهتم بيك ولا لا؟ دورت راسي وعيني ما عرفتش واش نجاوب، هزيت كتفي زعما ما نعرف. هو يكمل قال لي امل عرفتي ديك الهضره اللي قلت لعمر كان لها بصح، واخا داكشي كان غير كذوب ولكن حطيت راسي في داك الموقف. لو كان طرا بصح ما نقدرش نتخيل راسي خسرتك، ما نقدرش نخسر البنت اللي لقيت معاها راحتي وقدرت طيحني في حبها وخلاني نحس بداك الاحساس اللي ما عمري حسيته. ابتسمت ورجعت فيا الروح وخليته يكمل هضرته، وعيني فيكسين على عيني اللي غير نظره منه خلاتني نحس بداك الشيء اللي كان مخبي عليا. قلت لي محمد هادشي جا معطل شويه ولكن انا بغيت نقول لك كنبغيك وما عرفتش من امتى. واخا ما كنتش من السهل عليا نفهم هادشي حيت من ديما كنت عزيز على قلبي، ولكن دابا احساس جديد حسيته معاك. حضرت راسي ما مصدقاش، اما هو شد ليا في يدي بزوج وهزيت في عيني بشويه وقال
امال بغيت نسمعها منك مرة اخرى. انا قلت لي بغيت نقول لك بقى كيشوف فيا جاتني الضحكة وكملت نوض. دابا رانا جات وراجلها جايين مع عزيز وسهيلة. كنت بغيت نوض عند رضا ولكن هو شد ليا في يدي وقال لي ما عندك فين تهربي الزين، النهار باقي طويل والليل طويل، ما غادينش ننسى اليوم. الا ما سمعتش منك كلمة كنبغيك مرة اخرى. كانت هذيك احسن عشية واحسن نهار داز انا. اخيرا تحقق داكشي اللي كنت باغا قبل العرس بايام قليلة. درنا كسكروت تما وكلشي كيضحك على الفيلم اللي داز اليوم. بعد ما أذن المغرب رجعنا للدار مجموعين. كان فصل آخر كيتسناني هاد الليلة من بعد العشاء. وشتنا السهرة ديالنا كيف العادة. هذا آخر نهار نسهر فيه معاهم. المهم تجمعنا كلنا إلا نجاة بقينا سهرانين تل ديك الوحدة. فاش كنت نايضة مع البنات باش نعسو غمزني وشير ليا بيدو الساعة اللي في يديه. فهمت اش كيقصد وابتسمت ليه وزدت في حالي. وصلنا للفراش وما نعسو وانا شديت داري. كنطلع وننزل في الفيس كنتسنى امتى يجيني ميساج لي صيفط لي ميساج باللي جاي نض دغيا. وقفت لي حدا الباب دروج. طلع هو مضوي بالتليفون. مشيت للجهة الاخرى من السطح. كان كيطلع على الجهة ديال الواد. السما كانت صافية والقمر كان مضوي سهيت فيه شوية. محمد قال لي ما كرهتش تكوني كتشوفي فيا كيف ما كتشوفي فيه. ارتسمت ابتسامة على وجهي وقلت ليه وشكون القمر. محمد قال لي وشكون من غيره على انا نقبل تشوفي في شي حد اخر كما كتشوفه في القمر. راه غادي نبدا نغير. بعد شويه وبعد شعر على وجهي الغيره كاع. جا قبالتي وشد ليا في يدي. قال لي كنت قلتي ليا بلي ما كاين غير اللي كيبغي. عاد فهمت اش كتعني. قلت لي هذا الشيء. قال لي هذا الشيء كنبغيك. انا بعد نفهم اشنو ما سمعتكش مزيان. ضيق عيني وقربني ليه. رجع لي شعري مرا ودني وقرب اكثر وهمس لي حدا ودني. قال لي كنبغيك كنبغيك. بعد شويه ولكن باغي قريب عليه. شاف لي في عيني وقال لي الا ما سمعتينيش مزيان نقدر نفهمك بطريقه اخرى وغمزني. هو كيدوز يدو على حنيكاتي ونزل جنب فمي ودار واحد الضحيكه ماكره. دفعته بشويه وقلت ليه لا فهمتك صافي. قال لي كيفاش صافي ما تقولي شي حاجه ترفع ليا المورال. مثلا قداش انتي كتبغيني وداكشي اللي سمعته من قبل. ما عنديش مشكل نعاود نسمعه. قربت منه درت نفس داكشي اللي دار. بقيت نفهم عليه ساعة وهو على سبا كيصنع الفرصة. شديت ليه في يدو وقلت ليه كلمة وحدة كانت كافية باش تعبر ليه على أحاسيسي كاملة تجاهه. كنبغيك. وهو قرب ليا ودار يدو على ودني. غير ما سمعتكش. ضربت على كتفو شوية وكنت غنقرب نهمس ليه بيها ولكن هو استغل الفرصة وسكتني بطريقته الخاصة. فاش قربني ليه بشوية حسيت قلبي سارع في النبض وعيني فزاعو من الصدمة. بعدت منو ركبية مقدو عليا حسيت بصافي شدني من خصري بحال خايفني نطيح. محمد قلت ليه ما كنسمعكش ولكن ماشي لدرجة تفهمني بطريقة أخرى. ضحك بشوية وأنا سندت ظهري على الحيط وحيدت راسي ويدي على فمي. شافني هكداك وبغى يبدل الجو وقال امل ما تخافيش ما نخليكش ولا غنتزوج بيك. ضحك وهو وانا شادة الضحكة ولكن ما بينش ليه. حطيت يدي على نصي ورديت عليه. شكون قال لك انا قابله نتزوج بك اصلا؟ طلع حاجه ونزل واحد وجاوب زعما طرفتيني بعد هادشي اللي طرا بيناتنا. قلت لي بركه ما نطنس اللي سمعك يقول ما نعرفش شنو طرا غير بوزه. سديت فمي بيدي وحمار وجهي. هو دور يديه عليا وبقيت كندور في عيني فين كان مريم الفضولية عتقيني. محمد قال لي عندك الحق بوسة وحدة ماشي كافية باش تخليك توافقي تزوجي بيا ولكن حاجة أخرى غتخليك توافقي بز منك. قلت سكت برك راه البنات ناسين. الا شافني مريم والله ما ترحمني هاد اليومين اللي بقات العرس. دورت راسي لجهة اخرى كنشوف في السما باغا غير نتلف ظهر الهضرة وعطيته بالظهر. محمد قال لي امان. دورت وجهي لعندو كيبان لي حاني على ركبتو وفي يدو بواطة حمرا مفتوحة فيه الخاتم. حطيت يدي بسوس على وجهي وانا مصدومة. قال لي امان واش تقبلي تزوجي بيا؟ قلت كدير واش حماقيتي؟ قال لي كلا لا سري انا اللي بغيت نتقدم لك بطريقه رومانسيه وتحمقتيني. قلت لي اسمح لي غير تفاجأت من هاد الطلب ولكن انا مزوجه. قال لي وشنو نعمل دابا؟ درت راسي كنفكر ونزلت لمستواه على الارض. خديت الخاتم كنشوف فيه قلت لي راجل القديم واخا كان عزيز عليا
ولكن هذا اللي واقف حدايا ما نقدرش نرفضه، قلت لي انا قابله نتزوج بيك. مديت له يدي وركب لي الخاتم اللي سبق اللي شفتو عند ذهيبي، بحال الا يلا غادي نبغيو بعضياتنا ويطلب يدي الزواج ونتزوجو. طبع بوس على يدي اللي ركب فيها الخاتم وقال لي هاد الخاتم فاش شافك بغاك كيما بغيتك انا اول مره، كنت كنتسنى غير الفرصه باش نعطيه ليك، وهذه احسن فرصه نتمنى يبقى ديما في يدك. قلت له شكرا بزاف محمد، ان شاء الله غيبقى في سبعي لاخر نهار في حياتي. كان بغيك قرب لي وعنقني عنق طويل، حسيت في اني ملكت اخيرا قلبه بعد ما هو ملك قلبي. في صباح اليوم التالي نجاة كنت نوض ديال النعاسة رحت تعود ونص هادي يلا بركة ما تجبدي نمشيو ندير ماماك بغاتك دابا. مريم كتجبد وغطات وجهها بليزار وهي كتقول اوف كون غير خليتيني نكمل هاد النعسة. وواحد الحال ما كنت كنحلم واعرة واش بغات ماما مني على الصباح. عليك قلت لها يا لطيف صداع من الصباح البنات نجاة نمشيو نوضي بركة من الكير انا فقت من الصداع على صداع البنات. كنت فوق نط جلست وانا كنمسح وجهي وبعد شعري على وجهي حتى حسيت مريم شدات لي يدي وفتحت عينيها وكتسول مريم اوف يا ربي اشنو هادشي في يديك ومنين جاك. مجموعة ديال البنات وكل وحدة كتشد في يدي وتشوف الخاتم اللي عجبهم وانا ابتسمت وتفكرت ليلة البارح وكيفاش اخيرا نقدر نعترف بحبي لزوجي الحبيب بلا خوف. سارة قالت لي واو قولي ياك ما تلاقيتي بشي جن في الحلمة. نجاة قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم غمزاتني نجاة وكملات قال لي صاحبتي محمد اللي عطاه لك ياك. مريم قالت لي ميمكنش ما في خبري والو انا غيكون عطاه لك من بعد ما نعسنا ياك العفريته. بتذاكري من ورانا صافي غنقول لكم غير هنيونا البارح ملي نعست لقيت محمد. مريم قالت لي ايوا ساره قالت لها سكتي ما تقاطعيهاش كملت ليهم وطلب مني الزواج. قالت لي وافقتي ضربات هنا جات على راسها وقالت لها يا مسطيره هما اصلا مزوجين. قاطعتها مريم قالت لها مزوجين ولكن مزيان اللي طلب منها الزواج حيتاش ما دارهاش من قبل وانتي اكيد قبلتي ياكي. قلت لي معلوم قبلت ماشي كنبغي هو هذا هو الخاتم هو اللي ركبو ليا صافي عرفتو كلشي. قلت لي خساره نعست البارح اما كنت غنشهد على لحظه تاريخيه. هبطنا فطرنا في الكوزينه من بعد ما مشينا جلسنا في الصاله اللي كانت فيها العائله كلها مجموعين كل واحد بعام كيهضر. شفت محمد ودار ديك الغمزه ديالو شير لودني جاتني الضحكه غير حبستها. شفتو هاز التليفون كتب بشي حاجه وهو يجيني ميساج عروستي الزوينه صبحه منوره تبارك الله عليك. زعما ماشي من المنطقه تجي جلسي حدايا انا زعما راني راجلك. قريت واش فيه نص الشوفه وكتبت لي صباح النور حبيبي ايوا البلاصه خاويه عندي اجي جلس حدايا ولا خايف. قال لي خايف بلاتي هاني جاي ليك. شفت فيه هو نايض هزيت راسي زعما لا ولا راه غتفضحنا يسكاه غا جلس بيني وبين مريم. حسيت بيه قرصني بشويه جاو جلس بيني وبين مريم حسيت بيه قرصني بشويه وانا كنشوف عمتي كتضحك. حضرت راسي وانا كنسمع ليه كنقول ما عندي لاش نخاف الزين راكي مراتي حلالي دابا كنفكر غير بشي طريقه نخطفك من هنا غير باش نبقاو انا وياك بوحدنا بعاد على كلشي. مريم كانت كتصنت وهي تقرب منو قالت عندك الصح دابا الدار عامره كاين حتى بلاصه اللي ممكن تبقى فيها بوحدك مع المدام داكشي علاش الا خطفتيها نعذرك اخويا. قربها ليه وحرك يدو على شعرها بحال شي بنيته صغيره وعمر قبلتنا كيضحك وهي ما عجبهاش الحال. خرجنا في العشيه انا والبنات ونسى درنا جهه الواد وهذه اخر مره نجي ليه قبل العرس. حسيت براسي غنتوحش البلاصه والجو ديال الدوار استمتعت بكل لحظه تما بحال الى اخر لحظه ليا هنا. وهنا كنكون وصلنا للنهاية ديال الجزء ديالنا الثاني. كنتمنى يكون هذا الجزء نال الاعجاب ديالكم وانتظرونا ان شاء الله في الجزء الثالث.